بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. جيتكم اليوم بوصفة كوكا بدون زبدة التوريق وبدون نشا، تجي خفيفة ومورقة من أروع ما يكون. وركزوا ليا البنات على البنات، تجي بزاف بنينة أبن من الكوكا العادية. حشو دون لحوم ودون دجاج. لازم تجربوها خواتاتي وانتوما تحكموا على البنة تاعها. جيموا بارطاج للفيديو واشتركوا وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. نقولوا بسم الله ونبداو في الوصفه. هنا البنات في ريسيبيون حطيت كاس حليب، ما يهمش يكون بارد ولا دافي. ضفت له بياض بيضاء وصفار راح نغطيه ونحتفظ به، نحتاجوه من بعد. هنا البنات لازم تغطيوه باه ما ينشفش معاكم. ضفت لهم نص كاس زيت ومغرفه صغيره ملح. طبعا الملح نتوما تتحكموا فيه على حساب اذواقكم. نخلط هادو المكونات مع بعضهم حتى يتجانسوا. مباشره نبدا نضيف في الفرينه. مبدئيا حطيت 3 كيسان فرينه، هذا الكاس الاول وهذا الكاس الثاني، وزدت ضفت الكاس الثالث. خلطتهم مع بعضهم ومن بعد البنات زدت لهم مغرفه صغيره، يعني حوالي 5 غرام من خميره الحلويات، الخميره الكيميائيه اللي نخدموا بها الكاطو. بعد ما خلطتهم لقيت بلي الخليط تاعي مازال يتلاصق ومازال يحتاج الفرينه. جبت نص كاس لكن ما ضفتوش كامل. دركا راح نوري لكم الكميه اللي بقات لي. وانتم حبيباتي اذا كانت الفرينه تاعكم ما تشربش رايحه تدي لكم حتى للربع كيسان، يعني حطوا 3 كيسان الاولين مع بعضهم ومن بعد بقاو ضيفوا بالتدريج حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه ولكن ما تتلاصقش هكا، باه تسهل عليكم الخدمه من بعد كي تجيو تحلوها. حطيتها فوق طاولة العمل وبقيت نعجن فيها حوالي من 4 دقائق ل5 دقائق، يعني حتى ندخلوا هذيك الفرينه مليح مع باقي المكونات. قسمتها ل4 خبيزات صغار وحطيتها في الثلاجه. هنا البنات في الشتاء اذا درتيو الوصفه هذه في الشتاء يعني خليوها غير برا، ولكن اذا درتيوها في الصيف من الاحسن تحطوها في الفريجيدير، يعني غير من تحت برك. وكما راكم تشوفوا في القوام تاعها هنا ماهيش طايه بزاف وماهيش يابسه، يعني راهي بين وبين هكا البنات. بويسك اذا درتيوها طريه رايحه من بعد كي تحطوا لها المارغرين وتجيو تحلوها الطبقات هذوك ما يبقاوش فوق بعضهم، رايحين يهربوا على بعضهم. حطيتها بجهه ترتاح وجيت هنايا البنات نحضر الحشو. بالنسبه للحشو كما قلت لكم درتو دون اللحوم، درتو غير شكشوكه بصل وطماطم وفلفل، واللي حبت البنات ديروا غير بصل وطماطم لها الاختيار. قطعت البصل كما راكم تشوفوا هكا. هنا درت بصله كبيره قطعتها كما راكم تشوفوا، حطيتها يعني حطيت 3 مغارف زيت في المقله. بعد ما سخنوا ضفت لهم هذاك البصل وبقيت مره على مره نخلط حتى شفت البصل تاعي بدا يدبل معايا. جبت هنايا قرن فلفل بعد ما قصيته هو تاني ضفت البصل وزدت ضفت له البنات حبه ولا 2 حبات طماطم متوسطين في الحجم. ربيت عليهم 2 سنات ثوم وضفتهم للبصل والفلفل، بقيت نخلط فيهم البنات شويه ومن بعد غطيت المقله وخليتهم على نار قليله حتى طابوا مليح. وقبل هذا البنات ضفت لهم كميه من الملح وفلفل كحل وفلفل عكري حار. هذه هو البنات الحشو تاعنا. دوك نغطيه ونخليه يتكتك على نار قليله حتى يطيب معنا. بعد ما طاب طفيت عليه وخليته يبرد ورحت للعجينه تاعي. رشيت هنا طاولة العمل بالفرينة وجبت الكرية الأولى ولا الخبزة الأولى، بديت نطرح فيها بالحلال بشكل طولي على حسب الصينية تاعك. إذا حبيتوا البنات نتوما ديروها بشكل دائري طرحوها بشكل دائري. لازم هنا البنات تكون رقيقة، يعني حاولوا ما ديروهاش خشينة بزاف. بعد ما طرحت الخبزة الأولى حطيتها بجيه وزدت جبت البنات الخبزة الثانية راح نحلها بنفس الطريقة، يعني نحلها بشكل طولي. بعد ما حليتها هنا البنات جبت كميه من المارغرين اللي كنت ذوبتها ومن بعد حطيتها البنات في الفريجيدير حتى ولا شكلها كريمي. طبعا بعد ما تذوبوها البنات لازم تنحيو منها الماء وخليوها حتى يولي قوامها كريمي باه تخدموا بها. كما راكم تشوفوا هنا انا جبت الطبقه الاولى دهنتها بكميه من المارغرين ورايحه نزيد نحط فوقها الطبقه الثانيه. وحاولوا البنات ديروهم قد بعضهم يعني بنفس الحجم. ونزيد نقول لكم تاني البنات لازم ترقوها على قد ما تقدروا.
بعد ما حطيتهم على بعضهم زدت دهنت الطبقه الفوقانيه بالمارغرين. وهنا البنات راني ناكد عليكم لازم المارغرين تصفيوها من الماء باش تحصلوا على توريق بزاف هايل، ولازم تخليوها تاني بشكل كريمي. طويت العجينه كيما راكم تشوفوا، كل ما نطويها مره البنات نزيد ندهنها بالمارغرين. الفيديو راهو يشرح نفسه. جبت هنا الجهه اليمنى تاع العجينه، طويتها البنات للنص، زدت دهنتها بالمارغرين وزدت طويت الجهه اليسرى. رايحه نزيد البنات ندهنها من الفوق بالمارغرين ونطويها على 3، والخبيزات اللي مازالوا راح نديرهم بنفس الطريقه. ومن بعد البنات نحطهم في الساشي ونرجعهم للفريجيدير البنات من تحت برك حوالي نص ساعه بهذيك المارغرين يعني تحكم روحها، والعجينه من بعد كي نجيو نحلوها الطبقات ما يهربوش على بعضهم. هنا بعد ما فاتت نص ساعه جبت البنات العجينه، بقيت نضغط عليها بالحلال باه الطبقات ما يهربوش على بعضهم، وبديت نحل فيها. انا هنا البنات حليتها على حساب حجم المول اللي خدمت به اللي هو 30 على 40 سنتيمتر، يعني هاد البنات العجينه راح تكفيكم في هذا المول. دهنت هنا البنات المول بالزيت وحطيت فيه الطبقه الاولى وحاولت نعدلها، ومن بعد حطيت فيها الحشو اللي كنت خدمته. والحشو تقدروا تزيدوا له اي حاجه متوفره عندكم، تقدروا تضيفوا له لا فيوند اشي ولا البولي اشي، كما تقدروا البنات تضيفوا له المرقاس ولا الطون، لكم الاختيار. ولا ديروا غير شكشوكه. صدقوني البنات درتها غير بهذه الطريقه وجات بنتها بزاف هايله. ومن بعد ضفت لها البنات من الفوق فرماج رابي، تقدروا هنا تستغناو عليه، لكن راح يزيد يمد لكم بنه على بنه. كنت هنا طرحت البنات الطبقه الثانيه، درك مباشره رايحه نحطها فوق هذاك الحشو ونحاول نعدلها البنات من الاطراف، يعني لازم تكون الخدمه تاعنا مفينيه. بعد ما نحطها نحاول نحي الزوائد هذوك تاع العجينه ونضغط عليها من الاطراف باه الطبقه الفوقانيه تحصل مع الطبقه التحتانيه. رايحه هنا البنات نبدا نقسمها، لكن البنات حاولوا غير يعني تعلموا عليها برك، ما تقصوهاش حتى للتحت، باهم بعد البنات اذا قصيتيوها للتحت هذاك الحشو والماء تاعو ولا لاصوص تاعو راح تخرج لكم من الفوق وما راحش يجيكم شكلها باهي، وثاني البنات ما رايحاش تورق معاكم. يعني حاولوا ديروا غير من الفوق برك كيما راكم تشوفوا، ما تهبطوش بالموس للتحت هكا باه تحصلوا على نتيجه هايله. دهنتها بصفار البيض اللي كنت حطيت له مغرفه صغيره حليب، خلطتهم ودهنت به العجينه تاعي، وزدت رشيت عليها البنات كميه من السانوج، وفي كل مربع تاع الكوكا حطيت حبه زيتون. هنا البنات تقدروا تستغناو على السانوج كما تقدروا تستغناو على الزيتون، يعني ديروا على حساب واش راهو متوفر عندكم في الدار. وبالنسبه لطريقه الطهي، هنا البنات قبل ما تحطوها في الفور لازم تشعلوا الفور تاعكم على اعلى درجه مده نص ساعه، تخليوه حتى يسخن مليح. بعد ما تفوت هذيك نص ساعه تدخلوا الصينيه تاعكم للفور وتهبطوا له البنات يعني درجه الحراره حتى 170، تحسبوا له 15 دقيقه، ومن بعد تنحيوها من الفور وتقسموها كما راكم تشوفوا. سمحوا لي حبيباتي بعد ما فاتت ربع ساعه وقسمتها، يعني كنت في بالي نصور وانا ما صورتش، لكن كيف وقت عاودت جبتها من الفور وعاودت قسمتها، يعني باه ننبهكم لهذه الخطوه. راح نزيد نعاود لكم حبيباتي. شوفوا شعلوا الفور تاعكم على اعلى درجه مده نص ساعه، ومن بعد دخلوا الكوكا تاعكم بالطيب، كي تدخلوها نقصوا له ل 170 درجه، خليوها حتى تفوت هذيك ال 15 دقيقه، عاودوا جبدوها عاودوا قسموها البنات حتى للتحت، يعني قسموها عادي، الموس لازم يهبط للتحت، وزيدوا دخلوها للفور. بعد ما تشوفوها طابت لكم مليح من التحت وحمرت من الجوانب، هبطوها للرف التحتاني، زيدوا شعلوا لها من الفوق تاخذ التحميره اللي راكم تشوفوا فيها وتخرجوها. هنا البنات هذا السر تاع الخطوات اللي مديتهم لكم، هادو هما اللي راح يخليو الكوكا تاعكم تتورق لكم كما يحب الخاطر. وكما شفتوا معايا حبيباتي هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها، خرجت لنا كوكا مورقه من اروع ما يكون، وما استعملنا فيها ني زبده التوريق ني انشا، يعني خرجت بزاف هايله. بلا ما نحكي لكم على البنه تاعها البنات جات بزاف هايله. نتمنى حبيباتي تجربوها، واللي جربتها ترجع هنا للفيديو وتخلي لي رايها في التعليقات. ما تنسونيش حبيباتي بالجيم وبالبارتاج باه تطلع لا فيديو يستفاد منها اكبر قدر ممكن من المشاهدين. ونقول لكم بالصحه والراحه، نتلاقاو في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.